اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده نعمل مع بعض حمام بالفريك، انما حكايه بجد بجد تحفه. هيطلع معانا ان شاء الله في منتهى الجمال، ولا واحده تبقى فكه والفريك هيبقى مفرفر وزي الفل. يلا بينا نشوف الخطوات ونشوف هنعمل ايه. حابة بس أقول لكم يا حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. ربنا يعودها عليكم بخير يا رب، ويجعلها سنة سعيدة وكلها سعادة يا رب، ويجعلها سنة كده خير وبركة وسعادة عليكم يا رب. وكل سنة وانتم معايا، وكل سنة وانتم منورين القناة، وكل سنة كده وقناتي بتكبر بيكم ومعاكم. ويا رب كده يجعلها أي حد شاف حاجة كده في السنة اللي فاتت، يا رب ربنا يجعلها كده سنة العوض وسنة جبر الخواطر وسنة الشفاء لكل مريض يا رب. وربنا كل حد كده يا رب محتاج اي حاجة ونفسه في حاجة ربنا يحققها له في السنة دي بإذن الله يا رب، ان شاء الله. معايا كده حبايبي هنعمل حمام بالفريك. احنا معانا الحمام ده انا غسلاه طبعا، والحمامة دي قلت اغسلها قدامكم. طلعت الفشة زي ما انتم شايفين كده من الظهر، وطلعنا الحصالة وطلعت الزور منها بالراحة واحدة واحدة علشان الحمامة ما تتقطعش مننا، عشان لو اتقطعت مش هنعرف نحشيها. تمام. طبعا بنغسلها حلو قوي بالملح والدقيق كده زي ما انتم شايفين. وكانت المفروض كانت تتنقع طبعا مع اخواتها في محلول الملح اللي احنا كنا عاملينه، بس هي طبعا ايه, إيه يعني اتغسلت حلو، يعني غسلتها حلو بجد، يعني بسم الله ما شاء الله اتغسلت كويس. تمام. طبعا في طبقة كده بتبقى على الجلد من بره، طبقة خفيفة يعني بيضة كده، بنشيلها كده بإيدينا، وبنشيل أي ريش صغير، يعني بننضفها كويس جدا طبعا، يعني هنعرفين الحاجة دي بتتنضف ازاي. وبنص ليمونة كده بنعصرها عليها وبندعكها فيها بيها كده من جوه ومن بره، وبنشطفها شطفة حلوة قوي قوي كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. تمام. زي ما انتوا شايفين كده غسلنا الحمام بالشكل دوت، شكله بجد يعني تحفة. وبعدين معانا بقى نص كيلو من الفريك اللي انا كنت غسلاه قبل ما ابدا في الحمامه. نسيت اقول لكم نص كيلو من فريك الضحى. كنت طبعا فريك الضحى ده مش بيحتاج ان هو بيتنقى، جميل جدا بصراحه. غسلته غسله حلوه قوي ونقعته في ميه من الفلتر لمده نص ساعه. هنا بقى حطيت 3 معالق من السمنه او الزبده، ونزلت بمعلقتين من الزيت. وبعدين هنا الكبد كده متقطع صغيرة، الكبد بتاع الحمام مقطعاه صغير كده زي ما انتوا شايفين. هشوحها كده او يعني هحورها في السمنة كده والزيت شوية صغيرين كده. وبعدين هننزل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ببصلتين كبار متقطع صغير خالص، او 3 بصلات متوسطين. تمام. وبعدين هنشوح بقى البصل مع الكبد، وننزل بالتوابل. معلقة كبيرة من جوز الطيب، معلقة كبيرة من السبع بهارات، معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة من الفلفل الأسود، معلقة من الملح، رشة قرفة. ممكن كمان معلقة من الكوبيبة الصيني. البهارات دي بتدي فعلا الحمام طعم تحفة تحفة تحفة. وريحة البهارات مع البصل مع الفريك بجد بجد كانت جميلة جدا. طبعا صفينا الفريك من الميه ونزلنا بيهم على البصل بقى والتوابل دي، وبنشوحها تشويح حلو قوي قوي. بنشوح الفريك كده مع البصل مع البهارات. إيه زي ما انتوا شايفين كده. لما يوصل معانا للدرجه دي بننزل بكوبايه من الميه المغليه. بس بتتشرب بقى الميه، وبنروح جايين موطيين عليها وسايبينها على نار هاديه خالص لحد ما يستوي معانا 3 ارباع سوا. لما يوصل معانا بقى بالشكل ده حبايبي كده استوى 3 ارباع سوا. هنفضيه بس في حاجه كده علشان يبرد، علشان احشي بيه. انا اعرف احشي بيه لما يبرد يعني باذن الله. اسيبه بس بتاع 5 دقايق كده، وبعدين هرجع له تاني بالشكل ده. إيه الحمامه بقى حبايبي لما بنمسكها كده لازم بنشيل الجلده بتاعه الرقبه، وبندخل ايدينا كده. لازم الجلد ده بنخليه كده من الصدر علشان نعرف نحشي، عشان نحشي الصدر بتاعها كله كده ونحشي الزور بتاعها. لازم بنخلي بالشكل ده بالراحه خالص عشان الجلده متقطعش مننا، او الرقبه تتقطع مننا مش هنعرف طبعا نحشيها. إيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد كده يا حبايبي بنحشي بقى بالراحة كده واحدة واحدة من الرقبة، او ممكن برضو من الناحية التانية من عند رجليها الاتنين دولت. بنحشي الحمامة حلو كده حلو كده. وبعدين بندخل كده بايدينا، وبنشد برضو بايدينا، بنسحب كده الفريك من فوق لتحت كده، بنملى الحتة دي. واهم حاجة في الحمام ان احنا ما نكبسوش قوي، يعني ما نملاش الحمامة قوي كده ونخليها مكتومة، علشان لما تنزل الشوربة هتفرقع مننا. فأهم حاجة الحمامة ما تكونش مكتومة خالص، بتبقى مهوية كده وما تكونش مكتومة. بنسحب الفريك زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. لما نحشيها كده بنسحبه على تحت كده عشان نملى الجزء دوت. وبعدين برضو بنحشيها من بطنها، بس ما تبقاش برضو مكتومة قوي. ماشي.
يعني ما نكتمهاش قوي. ده اهم خطوة في الحمام عشان ما يفرقعش مننا. بس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا حبايبي، بنسحب الرز كده على تحت، وبعدين بنحشي بطنها كمان كده، ما بنكبس برضو، حبة صغيرين كده، ما بنكبسهاش قوي كده، وبنتك عليها قوي علشان ندي مساحة للفريك ان هو يزيد كده ويستوي في قلبها، ما بقاش جامد يعني، او طبعا ما يسببش في ان الحمامة تفرقع مننا في الشوربة. بنقفل بقى بالقنصة كده علشان الفريك ما يقعش في الشوربة. طبعا انا ما بحبش اخيط الحمام خالص، انا بعمله بالطريقة دي، ما بحبش اخيط بصراحة الحمام. انا بقفل بس بالقنصة كده وخلاص، وبكتفها. بنزل بقى الفريك اللي عليها دوت، وبعدين برجع الجناحين بتوعها على الظهر كده من ورا على ظهرها، علشان شكلها طبعا يبقى حلو. بصوا الحمامة مهوية ازاي، يعني مش مكتومة خالص. هي اول ما تنزل في الشوربة هتلاقوا الفريك دوت زيت كده، وهتلاقيها اتملت بسم الله ما شاء الله، وهتلاقيها بقت زي الفل. لكن لو كبسناها واحنا بنحشيها من البداية كده، اول ما نحطها مفيش 10 دقايق هتلاقيها فرقعت مننا. بس بيبقى مهوي كده وبالشكل ده يا حبايبي. هنكمل بقى الكمية كلها كده وهنرجع لكم تاني. كده انا خلصت الحمام كله وحشيته بالشكل انتوا شايفينه. واهم حاجة يا حبايبي ما يكونش مكتوم زي ما قلت لكم. حطيت مية بقى على النار بتغلي، ونزلت ببوكيه جرنيه بصلايه وجزريه وطماطمايه، وبعدين هننزل بالحمام بقى. بصوا بوريكم برضو ان هو مش مكتوم خالص، بيبقى بالشكل ده معانا، ولا واحدة تفك مننا بإذن الله. وبرضو احنا بنحطه كده في الشوربة بتاعته، بنفرك كده برضو واحدة واحدة، بنأكد عليها ان هي ايه، يعني لو في يعني فريك متكون في حتة ولا حاجة، بنفرده ناحية الرقبة كده، وبنسقطه بالشكل ده. هننزل بقى بورق اللوري وحبهان وفصين مستكة وشوية فلفل اسود وملح. هتاخد بس غلوتين، وبعدين نوطي عليها نار هادية خالص، ونغطيها ونسيبها على نار هادية لمدة نص ساعة، هنلاقيه زي الفل بقى استوى معانا. وشوية الفريك الباقيين دول كان ممكن احطهم مع الحمام، يعني يبقى شوربة فريك، بس انا حبيت ان انا اسويهم كده لوحدهم. بصوا لون الشوربة التحفة ده، انا حبيت ان الشوربة بتاعت الحمام بجد تبقى مختلفة كده. بجد كان جميل جدا جدا، ولون الشوربة حلو، وطعم الحمام تحفة. اللون دوت من معلقة البابريكا اللي انا كنت حطاه. كده انا عرفت الحمام استوى منين. بمسك الجناح بتاعه كده وبتك عليه، او بحاول اقطم الجناح الحته الصغيره ديت. لو اتقطمت معايا بسهوله كده يبقى الحمام استوى، بطفي عليه وبشيله بسرعه علشان ما يفكش مني في الشوربه. طالع بسم الله ما شاء الله عليه. وبعدين بحط بقى معلقتين كده او 3 من الزبده او السمنه، وبعدين بنزل بمعلقتين من الزيت، وبعدين احمر بقى الحمام لما يديني اللون البامبي الجميل دوت. إيه بطلعه. اقول لكم بقى على حكايه الحمام ديت. انا قاعدين كده بقول لهم ايه عايزين تاكلوا ايه النهارده، طبعا السؤال بتاع كل يوم والحيره بتاعت كل يوم. فهم ايه، اللي تعمليه يا ماما، كل يوم يقولوا لي تعمليه يا ماما. فانا اوقات بقى ببقى زهقانه مش عارفه اعمل لهم ايه، فبسالهم يعني. جيت بنوتي الصغنونه بقى ربنا يخليها لي روح قلب حبيبتي دي، قالت لي انا عايزه اكل حمام. قلت لها بس كده عيون ماما، والله يعني ما صدقت ان هي قالت لي كده. ربنا يا رب يخلي لنا اولادنا كلنا يا رب، ويحميهم لنا ويحفظهم يا رب، ويجعلها سنه سعيده عليكم يا حبايبي يا رب كده. ويا رب كده كلنا نفرح باولادنا يا رب كده، ويجعلها سنه حلوه علينا جميعا. بس بيحمر بقى الحمام بالشكل ده لما يديني اللون البامبي الجميل ده بطلعه. كان تحفة بجد، وبألف هنا وشفا ليها يا رب. ومش عارفة اقول لكم ايه، كان طعم الحمام جميل جدا، والبهارات حلوة قوي قوي قوي. بنحمر بقى الكمية بالشكل دوت. وكنت غاسلة برضو حزمتين من البقدونس، طبعا ومنشفيهم، مش يعني حطاهم في مصفى كده يصفوا ميتهم، ومقطعهم صغير خالص في طبقين كده بالشكل ده. وبقى تحطي بالرص كده الحمام، حطيت واحدة كده عكس واحدة، يعني واحدة كده على الظهر بتاعها، وواحدة على الوش كده، يعني ديكور كده او اي حاجة زي ما انتوا عايزين زي ما انتوا حابين طبعا. وبعدين بنحط على وشهم كده رشة من البقدونس برضو. بجد كان طعمه حلو قوي قوي. ومش عارفة اقول لكم ايه، بقول لكم للمرة التانية كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم معايا، ويا رب يجعلها سنة سعيدة يا رب عليكم جميعا يا حبايب قلبي. وبحبكم جدا 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 في الله. ويا رب كده قناتي تكبر بيكم ومعاكم، وكل سنة وانتم معايا. بس رصينا بقى الحمام بالشكل دوت، وهنرش هنرش على الوش كده شوية بقدونس.
ويا رب كده يعجبكم باذن الله. وطبعا الشوربه الخطيره ديت مش عايزه اقول لكم طعمها كان ايه. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. وبكده حبايب قلبي الحلقه بتاعتنا تكون خلصت، يا رب تكون تعجبكم ان شاء الله. بصوا الجمال، يعني بجد بجد تحفه، بجد بسم الله ما شاء الله. الحمام طالع جميل جدا جدا، وريحه ولون بسم الله ما شاء الله. وده الشوربه، ودي الفريك الباقي اللي انا كنت عاملاه في حله لوحده، يعني كنت ممكن احطها على الشوربه يبقى شوربه فريك يعني. هنشوف بقى، ناخد واحده كده نفتحها مع بعض ونشوف الفريك شكله ايه من جوه كده. بسم الله ما شاء الله. بصوا الجمال، بصوا الفريك عامل ازاي، ولا واحده ماسكه في التانيه، لسه سخن. بصوا الجمال، بجد بجد جميل جدا وطلع تحفه. جربوه ولو رايكم فيه، ما تنسوش لايك وسبسكرايب، تشتركوا في القناه. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.